بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الدرس الرابع بعنوان نظام الحكم في بلدنا. هنعرف نظام الحكم في مصر كان عامل ازاي زمان ودلوقتي عامل ازاي، وهنعرف مين اللي بيدير الدولة وبيدير شؤونها. خلاص كده؟ طيب، بيقول لي يتشابه نظام الحكم في مصر حاليا مع نظام الحكم قديما. يبقى في تشابه بين نظام الحكم دلوقتي ونظام الحكم زمان. تمام؟ طيب تمام، دي أول حاجة هو قالها لي. هو عايز يقول إيه كمان؟ قال لي إن نظام الحكم بيتكون من مجموعة هيئات ومؤسسات بتتعاون فيما بينها لإدارة شؤون الدولة. يبقى مين اللي بيدير لي شؤون الدولة؟ مجموعة هيئات ومؤسسات هنتكلم عنها إن شاء الله في درسنا النهاردة. طيب، تعد مصر من أقدم الدول التي نظاما للحكم. يبقى مصر كانت من أقدم الدول زمان قوي وضعت نظام للحكم، والنظام ده كان نظام حكم ثابت. يبقى بما يجي لي سؤال ويقول لي دلل تعد مصر من أقدم الدول التي وضعت نظاما للحكم، هقول له الإجابة إيه؟ حيث أسس المصريون القدماء دولة قوية لها نظام حكم ثابت. طب نظام الحكم الثابت ده عمل إيه؟ حقق لي القوة والرخاء لمصر، وإيه كمان؟ وساعد على بناء الحضارة المصرية القديمة. تاني عشان السؤال ده مهم، لو قال لي دلل تعد مصر من أقدم الدول التي وضعت نظاما للحكم، هقول له حيث أسس المصريون القدماء دولة قوية لها نظام حكم ثابت. طب النظام الحكم الثابت ده ساعد على إيه؟ أو حقق لي إيه؟ حقق القوة والرخاء لمصر، وساعد على بناء الحضارة المصرية القديمة. طب ممكن السؤال يجي بشكل تاني زي إيه؟ ممكن يقول لي أهمية النظام الحكم الثابت اللي وضعته مصر. ايه اهمية النظام ده؟ نظام الحكم الثابت ده ليه اهمية؟ هتقول برضو نفس النقطتين: حقق القوة والرخاء لمصر، وساعد على بناء الحضارة المصرية القديمة. تمام كده؟ تمام. طيب، عناصر نظام الحكم قديما. النظام الحكم ده كان بيتكون من ايه زمان؟ اول حاجة قال لي الملك. اول حاجة الملك والوزير ورؤساء الإدارات وحاكم الإقليم. يبقى الهرم اللي قدامي ده وعلى قمته أول حاجة الملك اللي هو حاكم البلاد. تمام؟ تحت الملك على طول عندي الوزير. طيب، وبعد الوزير رؤساء الإدارات، وبعد كده حاكم الإقليم. طب تعالوا نتكلم على أول حاجة الملك اللي هو حاكم البلاد. قال لي إن هو على رأس نظام الحكم في مصر. طيب تمام. طب بيعمل إيه أو مهامه إيه؟ بيعمل لي 3 حاجات أو مهامه 3 حاجات. رقم 1 إدارة شؤون البلاد، هو اللي بيدير شؤون البلد، هو اللي بيعمل كل حاجة في البلد. تمام. تاني حاجة عقد المعاهدات. يعني إيه عقد المعاهدات؟ لو في معاهدة صلح أو حاجة بين مصر وبين دولة تانية، بين اللي بيعمل المعاهدة دي هو الملك. خلاص، يبقى الملك هو اللي بيعقد المعاهدات. ثالث حاجة إصدار القوانين، هو اللي بيصدر القوانين اللي هي بتحدد لي حقوقي وواجباتي، نعمل ايه وما نعملش ايه في البلد. تاني كده يبقى الملك اللي هو ايه؟ حاكم البلاد. طيب، اول حاجة عرفناها عنه ان هو على رأس نظام الحكم في مصر. طب مهامه ايه؟ عندي 3 مهامات. اول حاجة ادارة شؤون البلاد وعقد المعاهدات واصدار القوانين. طيب، بعد الملك عندي الوزير. عندي ايه؟ الوزير ده اللي هو دلوقتي رئيس الوزراء. يبقى زمان كان اسمه الوزير مش اسمه رئيس الوزراء. خلاص. طب الوزير ده بيعمل ايه؟ بيعاون الملك في إدارة شؤون البلاد. هو اللي بيساعد الملك في إدارة شؤون البلاد، ازاي يديروا البلد. يبقى مين اللي كان بيساعد الملك؟ الوزير. تمام كده؟ طيب، رؤساء الإدارات. مين رؤساء الإدارات؟ اللي هم الوزراء حاليا. الوزراء حاليا دلوقتي، زمان كان اسمهم ايه؟ رؤساء الإدارات. طيب، قال لي أول حاجة إن هم مجموعة من كبار الموظفين. يبقى هو بيعرفهم لي، قال لي رؤساء الإدارات دول مجموعة من كبار الموظفين. تمام، عرفت إن هم مجموعة من كبار الموظفين بيعملوا إيه؟ قال لي بيعاونوا الوزير. بيعاونوا الوزير. يبقى أنا عرفت هنا
إن رؤساء الإدارات دول هم اللي بيساعدوا الوزير، وإن الوزير هو اللي بيساعد الملك. خلاص كده؟ تمام. طب حاكم الإقليم، أنا عرفت قبل كده إن إقليم، كلمة إقليم اللي هي دلوقتي زي المحافظة. طيب حاكم الإقليم بقى يبقى المحافظ. تمام؟ تمام. طيب قال لي إن مصر كانت زمان متقسمة ل 42 إقليم، ولكل إقليم حاكم يعني محافظ دلوقتي. طيب الحاكم ده، حاكم الإقليم، مهامه إيه؟ بيشتغل إيه أو بيعمل إيه؟ قال لي إن هو بيهتم بشؤون الإقليم والمحافظة على أمنه. يبقى من مهام حاكم الإقليم إن هو بيهتم بشؤون الإقليم وبيحافظ على أمنه. طب بيعمل إيه تاني؟ بيشرف على تنفيذ المشروعات، بيتابع المشاريع اللي بتتعمل في المحافظة أو في الإقليم. خلاص كده؟ يبقى تاني هنقول عناصر نظام الحكم قديما. كان عندي الملك ماشي، والوزير ورؤساء الإدارات وحاكم الإقليم. الملك اللي هو حاكم البلاد، الوزير رئيس الوزراء حاليا. طيب رؤساء الإدارات اللي هم الوزراء حاليا، حاكم الإقليم اللي هو المحافظ حاليا اللي احنا بنقول عليه دلوقتي المحافظ. تمام كده؟ عرفنا كل واحد ايه، وعرفنا ان الوزير هو اللي بيساعد الملك، وعرفنا ان رؤساء الادارات هم اللي بيساعدوا مين؟ بيساعدوا الوزير. وحاكم الاقليم اللي هو المحافظ حاليا، كان عندنا 42 اقليم زمان ماشي، والكل اقليم حاكم. طب الحاكم مهامه ايه؟ بيهتم بشؤون الاقليم وبيحافظ على امنه وبيشرف على تنفيذ المشروعات. طب نيجي للنقطة اللي بعد كده. الصوت والصورة تمام؟ يا ميس كل حاجة كويسة. تمام ماشي. تاني حاجة نظام الحكم في مصر حاليا. يبقى هو بيقارن لي بين نظام الحكم زمان ونظام الحكم دلوقتي. احنا قلنا خلاص نظام الحكم زمان كان عامل ازاي. طب نظام الحكم دلوقتي قال لي ان بيتم إدارة الدولة من خلال 3 حاجات. يبقى الدولة مين اللي بيديرها؟ هنعرف دلوقتي اللي هم 3 سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. يبقى تاني بيتم إدارة الدولة من خلال إيه؟ من خلال 3 حاجات. إيه هما؟ السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. طيب هي إيه السلطة التنفيذية دي؟ السلطة التنفيذية دي فيها رئيس الجمهورية وفيها الحكومة المصرية وفيها المحافظ. لازم نعرف الحاجات دي كويس جدا. السلطة التنفيذية فيها رئيس الجمهورية وكلنا عارفينه طبعا اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية والمحافظ. تمام؟ طيب ايه هي السلطة التشريعية؟ السلطة التشريعية دي فيها المجالس بقى. خلاص يبقى اما يجي لي في اي سؤال ويقول مجلس، يبقى انا عارف ان المجلس ده موجود فين؟ في السلطة التشريعية، لان السلطة التشريعية فيها المجالس زي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. طب ايه السلطة القضائية؟ السلطة القضائية بقى اللي فيها المحاكم، ما نلخبطش بينهم. السلطة التشريعية من اسمها تشريعية يعني بتشرع أو بتضع القوانين زي مجلس النواب مجلس الشيوخ. خلاص. طب السلطة القضائية من اسمها برضو قضائية يعني بتقضي بالعدل أو بتحكم بالعدل. يبقى مين اللي بيحكم بالعدل عندنا؟ اللي هي المحاكم. خلاص كده؟ تمام. تعالوا بقى ناخد سلطة سلطة كده ونقول فيها ايه. السلطة التنفيذية أول حاجة عندي فيها قلنا رئيس الجمهورية والحكومة والمحافظ. طيب رئيس الجمهورية أول حاجة عندي في السلطة التنفيذية. رئيس الجمهورية ده بيمسك البلد ازاي أو بيوصل للحكم ازاي؟ بيوصل بالانتخاب، بيتم انتخابه عن طريق التصويت في انتخابات عامة. ازاي برضو؟ احنا اللي بنوصل الرئيس للحكم. طب بنوصله ازاي؟ من خلال التصويت في انتخابات عامة. بيحصل انتخابات واحنا بنروح نصوت في الانتخابات دي. خلاص. وكده بيتم انتخابه عن طريق الانتخابات العامة. تمام. يبقى ما يقول لي سؤال كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية، هقول عن طريق ايه؟ التصويت في انتخابات عامة. تمام كده. طيب مهامه ايه الرئيس؟ مهامه ايه؟ بيعمل ايه؟
أول حاجة هو مسؤول عن أمن الوطن. أمن الوطن يعني استقرار الوطن، إن الوطن يكون مستقر. مين اللي مسؤول عن كده؟ رئيس الجمهورية. طيب بيمثل مصر محليا وعالميا. محليا وعالميا إزاي؟ محليا يعني جوه البلد نفسها، وعالميا بره البلد. لو حد جاي لي من بره البلد جاي لي لمصر جوه زيارة أو أي حاجة، مين اللي هيستقبله؟ رئيس الجمهورية هو اللي هيستقبله. يبقى الرئيس هو اللي بيمثل مصر محليا كده، محليا. طب لو الرئيس هو اللي هيخرج بره البلد لزيارة أو لأي شيء، يبقى كده هو اللي بيمثل مصر عالميا. تمام؟ أو دوليا. ماشي كده؟ تمام. يبقى هو المسؤول عن أمن الوطن، وهو اللي بيمثل مصر محليا وعالميا. إيه تاني؟ رعاية مصالح الشعب. طبعا الرئيس هو اللي بيرعى مصالح الشعب. دي كانت مهام الرئيس. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الحكومة. الحكومة دي اللي هي ايه؟ بتتكون من ايه؟ قال لي من مجموعة من الوزراء. مجموعة من الوزراء زي وزير التعليم، وزير الصحة، وهكذا. طب مجموعة الوزراء دول ليهم رئيس اسمه رئيس مجلس الوزراء. تاني، يبقى الحكومة بتتكون من رئيس مجلس الوزراء، وبتتكون من ايه؟ من الوزراء نفسهم. طيب مهام الحكومة ايه؟ مهام الحكومة عندي 5 نقط لازم نعرفهم كويس، وممكن تحفظ منهم 3 أو حاجة. طيب نعرف مع بعض كده مهام الحكومة. أول حاجة بتساعد الرئيس في إدارة شؤون الدولة. يبقى مين بيساعد الرئيس في إدارة شؤون الدولة؟ هي الحكومة. تمام. تاني حاجة بتشارك الرئيس في وضع الخطة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. الخطة العامة يعني الحاجات اللي الرئيس بيعملها للدولة، كل حاجة بيعملوها يبقى دي خطة عامة. مين اللي بيشارك الرئيس فيها؟ الحكومة بتشاركه في وضع الخطة العامة. طيب وإيه كمان؟ والإشراف على تنفيذها. إشراف على تنفيذ الخطة العامة، يعني بيتابعوها وبيشوفوا كل حاجة بتحصل. طب إيه كمان؟ تالت حاجة إعداد الموازنة العامة للدولة. يعني إيه كلمة الموازنة العامة للدولة؟ يعني الفلوس اللي بتتصرف على كل حاجة بتتعمل دولة. دي إعداد الموازنة. يعني مثلا سنة 2024 اتصرف كام على المشاريع اللي عملناها في الدولة؟ اتصرف قد إيه؟ يبقى دي الموازنة العامة للدولة. الحكومة هي اللي بتعمل لي الموازنة العامة للدولة. تمام؟ طيب رقم 4 إصدار القرارات وفقا للقانون. أي قرار الحكومة بتصدره وفقا للقانون، يعني بترجع للقانون الأول عشان ما تعملش حاجة عكس القانون. تمام. يبقى أي حد في الدولة لازم يمشي تبع القانون، حتى إحنا الشعب، الرئيس، الحكومة، أي حد لازم يمشي تبع إيه؟ القانون. طيب رقم 5 اتخاذ الإجراءات لتحسين مستوى المعيشة. أي حاجة تتعمل علشان تحسن مستوى معيشة الفرد أو مستوى معيشة الشعب، مين اللي بيتخذ الإجراءات دي؟ الحكومة. تمام كده؟ تمام. يبقى عرفنا دلوقتي رئيس الجمهورية، ماشي، بيتم انتخابه ازاي ومهامه، وعرفنا كمان الحكومة بتتكون من ايه ومهام الحكومة. طب نيجي بقى لآخر حاجة في السلطة التنفيذية، وهي المحافظ. طب المحافظ ده مين اللي بيعينه؟ رئيس الجمهورية. تمام. مين اللي بيعين المحافظ؟ رئيس الجمهورية. طب مهامه ايه؟ مهام المحافظ ايه؟ قال لي مسؤول عن إدارة شؤون المحافظة. تمام كده؟ تمام. وايه كمان؟ وحفظ الأمن والنظام فيها. يبقى هو اللي مسؤول عن كل حاجة في المحافظة، وهو اللي مسؤول كمان عن ان هو يحفظ لي الأمن والنظام في المحافظة. تمام. بيعمل ايه كمان؟ بيشرف على تنفيذ المشروعات في المحافظة. بيتابع المشاريع اللي بتتعمل في المحافظة بتاعته، سواء كانت مشاريع بقى مدارس، مستشفيات، أي حاجة بتتعمل، مين اللي بيشرف عليها؟ المحافظ. طيب إيه كمان؟ بيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة. هو اللي مسؤول إن هو يشغل لي أبناء المحافظة، يوفر لهم فرص عمل. طب رابع حاجة
متابعة جودة المرافق والخدمات العامة كالتعليم والصحة وغيرها. بيشوف الجودة والخدمات اللي موجودة دي بيتابعها، زي مثلا مدرسة محتاجة صيانة في كذا حاجة، المحافظ هو اللي يتابع الحاجات دي. يبقى دي متابعة جودة المرافق والخدمات العامة زي التعليم والصحة وغيرها. تمام كده؟ دي كانت مهام المحافظ. مين بيعين المحافظ؟ رئيس الجمهورية. وطبعا المهام برضو نعرفها كويس ونحفظ على قد ما نقدر الحاجات اللي هي مذكورة في المهام. دي كانت السلطة التنفيذية. نيجي بقى للسلطة التشريعية. هو في كده ناقص السلطة التشريعية وبعدها السلطة القضائية، ويبقى كده خلاص. انتوا سامعيني والصورة تمام؟ أيوة يا ميس. طيب مش كل حاجة تمام. نعم. طيب نيجي بقى للسلطة التشريعية، وقلنا من اسمها كده تشريعية، يعني التشريع اللي هو وضع قوانين أو النظر في القوانين والحاجات دي كلها. تمام كده. طيب عندي في السلطة التشريعية قلنا مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب قال لي إن أعضائه 596 عضو. ثواني خليكم معايا. أعضاء مجلس النواب 596 عضو. طيب بيمثلون فئات المجتمع المصري، يعني من فئات المجتمع المصري كله. قال إن 95% من الأعضاء دول بالانتخاب، يعني إحنا اللي مختارينهم، إحنا اللي صوتنا لهم. زي ما قلنا بنروح الانتخابات، ماشي. لما مش بيجي وقت كده يقولوا انتخبوا رمز كذا، هي دي بيبقى انتخابات وكلنا بنروح علشان نصوت لحد معين مثلا عشان يبقى النائب. يبقى 95% منهم احنا اللي بننتخبهم، يبقى الشعب اللي بينتخبهم. طيب 5% بس الرئيس هو اللي بيختارهم. يبقى مجلس النواب كم عضو؟ 596 عضو. طيب 95% من الأعضاء إحنا اللي بننتخبهم، يعني بالانتخاب، و5% بس الرئيس هو اللي بيختار. طيب مهام مجلس النواب إيه؟ بيعمل إيه مجلس النواب ده؟ هو اللي بيضع قوانين في الدولة، هو اللي بيضع القوانين في الدولة. كلمة سن القوانين يعني وضع القوانين. تمام كده؟ طيب عندي برضو مجلس اسمه مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ ده بيعمل ايه؟ قال لي ده احنا بناخد رأيه في كذا حاجة، بناخد رأيه في كذا حاجة. في معاهدات الصلح، معاهدات الصلح اللي بتتم مثلا بين بلدين، لو في حروب او حاجة بيحصل معاهدة صلح بين البلدين دول على ان هما ما يحصلش بينهم حروب تاني. يبقى مجلس الشيوخ هو اللي بناخد رأيه في معاهدات الصلح دي. طيب تاني حاجة بناخد رأي مجلس الشيوخ في المشاريع، في مشروعات القوانين. بيجوا يحطوا قانون بياخدوا رأي مجلس الشيوخ الأول، القانون ده تمام مش تمام كده. يبقى دي مشروعات القوانين. تالت حاجة الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور. يبقى مين اللي بيحط الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور؟ عايزين يعدلوا قانون في الدستور أو أي حاجة، ده بيرجع لمين؟ لمجلس الشيوخ. يبقى مهام مجلس الشيوخ يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح ومشروعات القوانين والاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا هنا السلطة التشريعية، وعرفنا ان هي السلطة التشريعية عبارة عن مجلس النواب او فيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ. نيجي لآخر حاجة في الدرس وهي السلطة القضائية اللي بتقضي بالعدل أو بتحكم بالعدل، وهي سلطة مستقلة. نخلي بالنا عشان دي حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، إن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة تتولاها المحاكم المتنوعة. يبقى هي سلطة مستقلة يعني ايه؟ يعني مش زي السلطات اللي احنا خدناها التنفيذية والتشريعية، لا هي سلطة مستقلة عنهم، سلطة حرة. المحاكم دي احنا عارفين ان هي ليها قضاة اللي بيحكموا بالعدل.
يبقى ما حدش بيجي ويقول للقاضي ده قول كذا او احكم بكذا، لا دي سلطة مستقلة خلاص بتتولاها المحاكم المتنوعة. يبقى اي محاكم عندنا في مصر دي تبع مين؟ تبع السلطة القضائية. طب مهامها ايه؟ تصدر الأحكام في ضوء القانون ليسود العدل. تصدر الأحكام في ضوء القانون، زي ما قلنا كل واحد أو أي حد لازم يمشي إيه تبع القانون أو وفق القانون، مش عكس القانون. طب ليه؟ ليسود العدل. خلاص تمام. طب ما يجيلي سؤال هنا ويقول لي ما العلاقة بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب؟ طب احنا عرفنا ان السلطة التنفيذية دي فيها رئيس الدولة وفيها المحافظ وفيها المحاكم، ومجلس النواب مجلس النواب اللي هو بيصدر القوانين او بيضع القوانين بتاعت الدولة. يبقى هنا العلاقة بينهم ان السلطة التنفيذية بتعمل وفقا لقوانين ملزمة بيضعها مين؟ مجلس النواب. زي ما قلنا لان مجلس النواب هو اللي بيضع القوانين، والسلطة التنفيذية دي اللي احنا قلنا عليهم رئيس الدولة والحكومة ومين والمحافظ، لازم ان هم يمشوا تبع مين؟ تبع القانون. خلاص كده احنا خلصنا درسنا النهاردة. تعالوا نحل مع بعض شوية أسئلة في الكتاب.